اي ست بتكلم راجل غير جوزها وفاكره ان هو بيحبها وهيتجوزها، خلي بالك الراجل ما بيتجوزش واحده خانت حتى لو خانت عشانه. وبعدين اسالي نفسك كده بمنتهى الصراحه والوضوح، هو عمر الراجل اللي انت بتحبيه وفاكره ان هو بيحبك ده وبتكلميه وانت متجوزه، عمره جه في مره قالك خدي فلوس يا حبيبتي هاتي لحمه لاولادك في البيت، اكلي يا حبيبتي ولادك، خدي فلوس اشتري لك حاجه نفسك فيها، انت عامله ايه اجيب لك ايه؟ عمره عمل معاكي حاجه فيها مسؤوليه؟ ولا كل اللي بيعمله كلام حلو وخلاص بس؟ هي دي الفكره، ان انت هتلاقيه كل اللي بيعمله انه بيقولك كلام حلو قوي، حسسك بانوثتك ويفرحك ويخليكي تبقي شايفه جوزك زي الزفت وما بيقولش كلام حلو زيه. مشكله الست اللي بتخون او بتكلم واحد غير جوزها انها بتبقى دايما عندها كده لعبة عقلية الشيطان والعقل بيعملها، وهي طبعا بتستسلم لها بغبائها. اللي هي ايه؟ يبدأ العقل لما يلاقي الست دي عايزة تعمل حاجة غلط، والشيطان طبعا لما يلاقي الست عايزة تعمل حاجة غلط يعمل ايه؟ يركز لها على كل عيوب الشخص اللي هي بتخونه. جوزك ده زي الزفت، انت ناسيه لما مد ايده عليك، انت ناسيه لما شتم امك، انت ناسيه لما حرمك وكان نفسك تشتري مش عارف ايه، يجيب لها كل عيوب جوزها. ليه هو بيعمل كده؟ ليه؟ عشان تخون بضمير مرتاح، عشان تقول انا ليا حق يا جماعه، انا معذوره، ده عامل لي وعمل لي وحارمني وقال لي وضربني وعمل لي، بس خون يا حبيبتي بضمير مرتاح. هي دي الكارثه والغلطه اللي بتقع فيها الست دي. يلا افتكري له كل حاجه زي الزفت، ليه؟ عشان تخونيه بضمير مرتاح. مع ان الست العاقله المحترمه بتفتكر لجوزها كل حاجه حلوه، ليه؟ علشان تكمل معاه وتهون على نفسها، مش تفتكر له كل حاجه وحشه عشان تخونه وهي مرتاحه.